الشغل بتاعك أول حاجة عايز تعرفها عشان أبدأ الشغل أساسًا أو أبدأ معنى إن أنا أقول معنى الشغل عندي إيه، لازم الأول أعرف حاجة في حاجة اسمها الضرب القياسي. يعني إيه ضرب قياسي؟ هو في ضرب قياسي يا أستاذ خدنا أفكركم بحاجة خدناها في الترم الأول، قلنا عندنا حاجة اسمها كميات قياسية وكميات إيه متجهة. الكميات القياسية كانت عبارة عن إيه؟ كان التعريف بتاعها بيقول لي هي كميات تعرف تعريف تام. يعني إيه تعرف تعريف تام ديت؟ يعني بقدر أعرفها أعرف كل حاجة عنها بدلالة إيه؟ بدلالة حاجتين، المقدار بتاعها ووحدة الإيه القياس. طب من اسمه ضرب إيه قياس يبقى هو ضرب ضرب أنتج عنه كميات قياسية. ضرب ينتج عنه كميات ايه قياسيه. طب الكميات القياسيه عندي اللي احنا قلنا تعرف اهو وتعرف بدلاله مين؟ بدلاله ايه حاجتين اتنين، المقدار ووحده الايه القياس. عندي الضرب القياسي قلنا ان هو ضرب بينتج عنه كام كميه؟ ها كميات قياسيه. الكميات القياسيه بتعرف بدلاله ايه وايه؟ المقدار ووحده الايه القياس. طيب علشان انا بقى اقول لك الشغل الاول، انا علشان ابذل شغل، عشان اقول ان انا بذلت شغل، انا لما باكل الصبح بفطر مثلا بتبقى الطاقه اللي انا طلعتها دي او الطاقه اللي انا اخدتها دي، لو انا قاعد ما بعملش حاجه هل الدم او ضخ الدم اللي في جسمي بيسكت؟ لا شغال. خدته في الاحياء في السنه اللي فاتت او في اللي قبل كده، ان انا لازم الطاقه بتاعتي او الجزيئات اللي في جسمي الطعام اللي باكله بيتحرق عشان ابدا ان انا اطلع ايه طاقه. طب الطاقه ديت لو انا ما اتحركتش، لو انا ما بذلتش الشغل، هيحصل فيها ايه؟ هتتراكم على هيئه دهون في الجسم. عشان كده بقول لك ان السمنه المفرطه او التخن عامه بينتج نتيجه ايه؟ يعني انت بتاكل ما بتبذلش حركه، ما بتشتغلش، ما بتعملش حاجه، فده بيزود ان انت ايه بتراكم الدهون في جسمك. تمام كده؟ طيب الشغل بتاعك هنا بقى الرمز بتاعه دبليو، تمام؟ بيساوي ملخص الامتحان كاتبها كده بالظبط اف دوت دي دوت كوزين السيتا. نفهمه واحده واحده كل واحده ونطلعه من الرمز ده كل حاجه انا ممكن انا اطلعها. الدبليو ده لسه قايلين اسمه شو ايه؟ الشغل. الشغل بتاعك ده عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، وحده القياس اسمها الجول والرمز بتاعها ايه؟ جي. يبقى وحده القياس اسمها ايه؟ جول. تمام. الاف انا هجيب لك من الحاجات اللي انت خدتها قبل كده كمان. فبص كده، الاف بتاعتك بتساوي ايه؟ كان عندك الاف بتساوي الام في مين؟ في الايه؟ او ديت قوه بسميها قوه محركه. قوه ايه محركه. او عندك حاجه تانيه اسمها الاف اللي هي عباره عن ايه؟ ام بس في جي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بص يا سيدي، الفرق في الحاله الاولانيه الام دي كتله فما فيش فرق ما بينها. طب الايه هنا اسمها عجله الحركه. طيب معلش، عجله الحركه دي كانت بتساوي ايه؟ هي ثابته الاول ولا متغيره؟ متغيره، بس على حسب ايه؟ قال لك الايه دي المفروض انها بتساوي دلتا في، يعني التغير في السرعه، على الدلتا تي، يعني التغير في الايه في الزمن. التغير في السرعه على التغير في الايه في الزمن. طيب يا استاذ ايه الفرق ما بينها وما بين دي بقى؟ الجي ديت اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه. تمام، عجله الجاذبيه الايه الارضيه. طب انا لما اجي اتحرك بقى يا استاذ، طب مين الدي ديت؟ اخدناها قبل كده قلنا ان هي الايه الازاحه. طب حد فاكر تعريف الازاحه؟ تعريف الازاحه كان ايه؟ اقصر ها اقصر خط مستقيم من ايه من البدايه الى الايه النهايه. اعيد الجزئيه دي تاني. طيب حته الزاويه دي بقى انا هاخدها لوحدها عشان افصلها لك كده. تمام. علشان اشرح لك حته الزاويه دي لازم اجي الزاويه. بص يا سيدي، انت عندك الزاويه امتى اخدها كوزين؟ عشان في ملخصات تكتبها لك تاخدها كوزين، في ملخصات تانية تكتبها لك انها ساين. طيب الفرق ما بين ايه؟ الزاويه الاول تكون بين حاجتين اللي هم مين ومين؟ بين القوه او محصله القوه، وهنفهمه دلوقتي يعني ايه، والازاحه والايه والازاحه.
في بعض الاسئله بتجيلك انها الحركه، وهتشوف دلوقتي بالامثله. طيب ازاي؟ فهمني بقى. بص كده، هو المحاور عندنا محور ايه ومحور ايه؟ س وايه وصاد. انا هرسم لك مره اهو، ادي محور إيه واي اللي هو محور ايه، متفقين ان هو بالعربي ان هو محور ايه صاد، وده محور اكس اللي هو محور ايه س. لو اتفقنا ان دي مثلا المحصله بتاعتي او القوه، تمام، وواحد من دول هيبقى اتجاه الايه الازاحه. لو قلت لك الزاويه هنا مره، ونفس الرسمه رسمتها لك تاني، بس قلت لك الايه الزاويه بتاعتك هتبقى هنا، اشتغل عليهم ازاي؟ صلي على النبي. بص يا سيدي، كنا بنقول خطوه حلوه قوي علشان افهم بيها التحليل بتاعي. الزاويه على ما تناء اضرب في جيب التمام. يعني ايه؟ هو جيب التمام ده كان ايه؟ اللي هو كوزاين. طب والناحيه الثانيه هتبقى ساين. بص كده، الزاويه هنا، ها بص، الزاويه هنا، القوه هنا، محصله القوه هنا مايله على انهي محور؟ اكس ولا واي؟ مايله على مين؟ على الاكس. فانا لما اجي احلل، ده اسمه تحليل متجهات، لما اجي احلل فتبقى هنا اف كوزاين السيتا، تمام، والناحيه الثانيه تبقى اف ساين الايه السيتا، تمام. ها الناحيه الثانيه لما اجي احلل، هي الزاويه قريبه من مين؟ من محور ايه واي. يبقى انا لما اجي احلل تبقى اف ها كوزين ولا ساين؟ انا قلت الزاويه على ايه؟ على ما تنام، يعني الضلع اللي هي مايله عليه اضرب في ايه؟ في كوزين. يبقى هنا هتبقى اف ايه كوزين الايه الزاويه، تمام. طب والناحيه الثانيه هتبقى اف ساين الايه الزاويه. عاده تاني، ها مفهومه؟ عيد. طيب الحاجة اللي بعد كده، أنا لما أجي أشتغل بقى على القانون نفسه هشتغل إزاي؟ كنت تقصد إيه بكلمة محصلة القوة دي؟ بص يا سيدي، هو إحنا عارفين إن الفرامل بتكون مع ولا عكس الاتجاه؟ ها؟ دايما بص كده، دائما قوة الاحتكاك بتكون في، تكون عكس اتجاه الايه؟ الحركة، صح كده؟ يعني لو جيت وقلت لك تتحرك سيارة في اتجاه الشرق مثلا بقوة 500 نيوتن، حلو؟ ها تمام. فتقطع إزاحة قدرها 50 متر، حلو؟ فإذا كان هناك قوة احتكاك قدرها مثلا، هنقوله اللهم صل على سيدنا محمد 100 نيوتن، تمام، ما اديتلكش الاتجاه بتاعها اهو. طيب ايه اللي يحصل؟ بيقول لي احسب الشغل. لما اجي احسب الشغل ازاي؟ هو القانون بتاع الشغل ايه؟ الدبليو بتساوي ايه؟ ها اف في الدي كوزاين الايه السيتا، صح كده؟ الاف بتاعتك بكام؟ دي اف توتال، يبقى اتحولت من اف عاديه لاف ايه محصله. طالما انا عندي قوه ايه، العربيه بتاعتي اهي هتتحرك بقوه 500 في اتجاه الايه الشرق. طيب وبقوه عندي بقت في قوه احتكاك مقدارها ها 100، صح، 100 نيوتن. يبقى المحصله بتاعتي انا بشد من هنا ب 500 وبشد من هنا ب 100، يبقى المحصله بتاعتي تبقى في ناحيه الكبير، يعني بمقدار كام؟ بمقدار معايا 400 نيوتن، صح كده؟ في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده، تمام. طب الازاحه بتاعتي بكام؟ ب 50، يبقى 400 في 50 في كوزين الزاويه. الزاويه ما بين الازاحه، بص الازاحه هتبقى كده، يعني اتجاه الازاحه بتاعي كده، الزاويه ما بين الازاحه وما بين القوه بكام؟ ده متوازيين يا استاذ. الزاويه ما بين الموازي بكام؟ بصفر، يبقى في كوزين كام؟ صفر، تمام. لما تروح تضرب 40 في 50 اسف
400 في 50 في كوزين صفر تطلع معاك بواحد. لما تيجي تضرب القيمة ديت في القيمة ديت ادي 20 وادي التلات اصفار جول. عيدها تاني. عيدها تاني. الجزئية دي مفهومة؟ يبقى لما يديني قوة ايه؟ احتكاك، اعرف انا على طول ان قوة الاحتكاك دايما عكس قوة الايه؟ الحركة، عكس قوة الايه؟ الحركة. عيد الجزئية دي تاني. مفهومة؟ طيب انا عاوز اعرف الجول. ايه هو الشغل الاول؟ انا عايز اعرف الشغل. اعرف الشغل ازاي؟ والله الشغل ده المفروض ان هو حاصل الضرب العادي ولا القياسي. انا ضربت هنا ايه؟ كلمة دوت ده اهي، دي معناها ضرب قياسي. معناها ضرب ايه؟ قياسي. يبقى حاصل الضرب الايه؟ القياسي. لمين؟ للقوة المؤثرة على الجسم والايه؟ والازاحة. اعيدها تاني. طيب لو قلت لك انا عايز اعرف الشغل، اي وحدة قياس، اسف عايز اعرف الجول، اي وحدة قياس عاوز تعرفها ابدأ باللي بتقيسه. يعني ايه ابدأ باللي بقيسه؟ يعني انا عايز اعرف الايه؟ الجول، صح؟ يبقى هي الشغل المبذول. الشغل الايه؟ المبذول لتحريك جسم ازاحة مقدارها كام؟ 1 متر، عندما تؤثر عليه قوة مقدارها 1 ايه؟ نيوتن. عندما تؤثر عليه قوة مقدارها كام؟ 1 نيوتن. عيد الجزئية دي تاني. يبقى علشان اعرف وحدة قياس لازم اقول عليها ايه؟ ها عشان اعرف وحدة قياس اقول عليها ايه؟ ان انا ابدأ الاول بمين؟ باللي بتقيسه. طب دلوقتي الشغل او الجول بيقيس مين؟ الشغل. يبقى اقول له الشغل المبذول على الجسم لتحريكه ازاحة مقدارها كام؟ 1 متر، عندما تؤثر عليه قوة مقدارها كام؟ 1 نيوتن. حالات الزاوية. بص يا سيدي، عندك الأول لما تكون السيتا بتاعتك بتساوي صفر، ولما تكون السيتا بص كده أكبر من الصفر وأقل من 90. وعندك الحالة التانية لما السيتا تكون بتساوي 90. والحالة اللي بعد كده لما السيتا تكون أكبر من 90 وأقل من 180. وآخر حاجة لما السيتا بتاعتك تكون بتساوي كام؟ 180. صليت على النبي. بص يا سيدي، لما تكون السيتا بتاعتي بصفر، فلما اروح اعوض ال W بتساوي ال F في الدي كوزين صفر بواحد، يعني كده قيمة الشغل بتاعي بتساوي كام؟ F في الدي. يعني كده اقدر اقول ان الشغل قيمة عظمى موجبة. شغل قيمة عظمى ايه؟ موجبة. طب وانا بتحرك من صفر ل 90، انا كوزين ال 90 الاول، بص كده كوزين ال 90 بتاعتي بكام؟ بصفر. يبقى اذا الشغل بتاعي هيساوي اف في دي في صفر. اي حاجه في صفر بصفر، يبقى الدبليو هتساوي كام؟ صفر. يعني الشغل هنا منعدم. الشغل هنا ماله؟ منعدم. بص بقى يا سيدي، الحاجه الثانيه لما اقول لك انا هنا السيتا بتاعتي بكام؟ ب 180. كوزين ال 180 لو عملتها على الحاسبه تطلع معاك بسالب واحد. طيب السالب واحد اللي عندك ده معناه ايه؟ بص بقى كده، معناه ان الدبليو بتساوي اف في الدي في سالب واحد، يعني بقى بتساوي سالب اف في الايه؟ في الدي. يعني يا استاذ ايه اللي هيحصل معايا كده؟ قال لي الشغل هنا قيمه عظمى سالبه. قيمه عظمى بس في الاتجاه الايه؟ السالب. طب لو كانت ب 90 قلنا بكام؟ بصفر. يبقى الشغل عندي هنا بص كده، لما بتحرك من صفر لايه؟ ل 90 الشغل يقل. شغل ايه؟ يقل. بس في انهي اتجاه؟ في الاتجاه الموجب، في الاتجاه الايه؟ الموجب. طيب ولو بتحرك من 90 ل 180 انا الشغل بيحصل له ايه؟ يزداد بس في الاتجاه الايه؟ السالب. اعيدها تاني. طيب حاجه كمان،
عاوز استنتج صيغه الابعاد. والله الدبليو قانون اهو، الدبليو بتساوي اف في الدي كوزي الايه السيتا. صيغه الابعاد كانت الدوال المثلثيه فيها ملهاش اي 30 لازمه. يعني صيغه الابعاد عندي، صيغه الابعاد ملهاش لازمه معايا، ما بحطهاش اساسا، فبشيلها من صيغه الابعاد. طب الاف كانت صيغه الابعاد حتى ام ال تي اس سالب 2، لما اضربها في الدي ازاحه يعني طول، تبقى اديني ام ال تربيع تي اس سالب ايه 2. عايز استنتج وحده القياس حسب النظام الدولي، حسب النظام الايه الدولي، فتبقى الصيغه بتاعتي كيلو جرام في متر تربيع في ثانيه اس سالب كام 2. طيب والله مش ان الاف دي بتقاس بالنيوتن والدي دي بتقاس بالمتر، يبقى اذا الجول بيكافئ نيوتن في ايه في متر، بيكافئ تاني كيلو جرام في متر تربيع في ثانيه اس سالب كام 2. عادي الجزئيه دي تاني، مفهومه؟ مفهومه؟ العلاقات البيانيه. بص معايا كده، هو الشغل مع القوه، لما ازود القوه اهو الشغل هيتناسب طردي مع مين؟ مع القوه، تمام؟ والشغل برضه هيتناسب طردي مع مين؟ مع الازاحه، تمام كده؟ طيب لو انا حطيت علاقه هنا، بص كده، هتبقى علاقه ايه؟ طرديه، ادي الدبليو وادي الايه؟ الاف، والميل عندك هنا هيساوي مين؟ الدبليو على الاف هيساوي الدي كوزين الايه؟ الزاويه، تمام؟ طيب في الناحيه الثانيه هتبقى برضو علاقه ايه؟ طرديه، والميل عندك هنا هيساوي الدبليو على الدي وهيساوي الاف كوزين الايه؟ الزاويه، تمام؟ طيب لو جيت ده عملت لك علاقه ما بين الزاويه، ادي الدبليو وادي مين؟ الكوزين سيتا، خليها كوزين سيتا الاول، هي طردي مع الكوزين سيتا. طب لو عاوز ارسمها مع السيتا نفسها، ادي الدبليو وادي السيتا، خلي بالك انا عملت جزء موجب وجزء ايه سالب، اصل الاستاذ هنا قال لي هيبقى في قيمه عظمى ايه موجبه وقيمه عظمى ايه سالبه. بص معايا كده، لو انا من وضع الصفر الزاويه بتاعتي بصفر، الشغل كائن بموجب اف في ايه في دي، يبقى انا هبدا من فوق، والكوزين يعني منحنى جايبي، يبقى انا فوق هنا قيمه الشغل بتاعتي بكام؟ باف في دي، بموجب اف في دي. طب هنا الزاويه بتاعتي هنا بكام؟ قال لي زاويتك هنا هتبقى ب 90، لان عند السيتا ب 90 الشغل بتاعي كان ايه؟ منعدم، يعني القيمه بتاعتي كانت بكام؟ بصفر، واحداث الصادات على محور السينات بكام؟ بصفر. طيب هنا يا استاذ الشغل بتاعي اهو، هنا يبقى سالب الاف في الايه؟ في الدي، مفهومه كده؟ غير الشغل بياني، خلي بالك بقى من حاجه معينه، انت لو جبت لك علاقه ما بين الاف والدي، انا هدي لك قاعده تفضل ماشيه معاك الفيزياء اللي جايه كلها. بص يا سيدي، ملحوظه اهي وخلي بالك منها، اذا كان في الرسم البياني، خلي بالك بقى من اللي هقوله ده، المطلوب يعني اللي هو طالبه منك في السؤال يساوي، بص كده بقى، حاصل ضرب القيمة على مين؟ على محور السينات في محور الصادات. يعني لو القيمة اللي هو مديها لك بتساوي حاصل ضرب القيمة اللي على محور السينات أو الصادات آسف في محور الايه السينات، يعني حاصل ضرب بالايه المحورين في بعض، هو طالبه، يبقى هتعمل ايه؟ قال لك والله نوجد مساحة، نوجد المساحة أسفل المنحنى. طيب لو أنا جيت وعملت لك كده القوة ثابتة مهما غيرت الإزاحة، تمام؟ أو لو جيت وقلت لك أنا بزيادة المساحة عملتها لك كده، ثبتها لك شوية وبعد كده زودتها لك لأي متغير ما حصل. بص بقى كده هعمل إيه؟ الحل أو طريقة الحل بتاعتك، قسم الشكل تحت المنحنى لإيه؟ لأشكال هندسية تعرف المساحة بتاعتها.
يعني ايه؟ بص كده في السؤال اللي فوق ده، اديت لك هنا قيمة الاف ب50 واديت لك قيمتها فوق هنا ب100، وجيت قلت لك قيمة الدي هنا مثلا ب5 وقيمة الدي هنا ب10 والوحدة هنا متر والوحدة هنا نيوتن. بص يا سيدي، أنا المطلوب هنا بيقول لي أوجد الشغل. الأستاذ قال لي أعمل إيه؟ هو الشغل بيساوي إيه؟ مش الدبليو بيساوي الاف في الدي؟ ها؟ مش الدبليو بيساوي الاف في الدي؟ طيب هعمل إيه؟ اف في دي حاصل ضرب صادات في إيه؟ في سينات. هعمل إيه؟ اوجد المساحه اسفل الايه؟ المنحنى. اجيبها ازاي؟ اقسم الايه؟ الشكل بتاعي. بص كده، لو انا جيت عملت كده، مش اصبح ان ده اللي فوق ده مثلث؟ ها؟ طيب هات لي القاعده بتاعته كده بكام؟ من 5 ل 10 بكام؟ ب5. طب من 50 ل 100 بكام؟ ب50، صح كده؟ يبقى انا الطول او الارتفاع بتاع المثلث بتاعي بكام؟ ب50 والعرض بتاعه ب5. فلما اروح اجيب مساحه المثلث، اهو المثلث مساحته بتساوي ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. يبقى نص في 5 في 50 تساوي، تطلع معاك ب125، صح كده؟ ما هو 5 في 50 250، 250 في نص بكام؟ 125. انت عايز الناحيه الثانيه. بص كده، ده ايه؟ مستطيل، صح؟ المستطيل ده الطول بتاعه كام؟ هنا كام؟ 10. من صفر ل 10 بكام؟ ب10. طب الارتفاع بتاعه بكام؟ ب50. يبقى المستطيل بتاعك مساحته بتساوي ايه؟ الطول في العرض، يعني 10 في كام؟ في 50، تطلع معاك بكام؟ ها؟ ب500. المساحة أسفل المنحنى بتساوي مجموع الاتنين دول، يبقى الشغل بتاعك هيساوي 500 زائد ال 100، 125، تطلع معايا ب 625. الوحدة ما تنساهاش، جول. أعيدها تاني؟ أعيدها تاني؟ طيب تيجي معايا بعد كده لحالات انعدام الشغل. يعني امتى اقول على الجسم اللي قدامي ده لا يبذل شغل؟ او يجي سؤال يسالك فيه تعرف منه ان الشغل بصفر. بص يا سيدي، حالات عدم بذل شغل. بص، الحاله الاولانيه، هو انت القانون عندك ايه؟ هفكرك من القانون وهجيبه من القانون. اف في الدي في كوزين كام؟ سيتا، صح؟ يبقى اما الكوزين كلها تبقى بصفر، او الدي كلها تبقى بصفر، او الاف تبقى بايه؟ بصفر. هاخدها واحده واحده. هبدا بالاف معاك الاول. الاف امتى الاف تكون بصفر؟ قال لي لو الجسم يتحرك بسرعه منتظمه. ايه اللي جاب السرعه المنتظمه للقوه؟ هو مش الاف يا استاذ بتساوي الام في الايه؟ ولو الايه بصفر معناها الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ منتظمه، صح كده؟ طب لما الفي منتظمه الاف صفر، ولما الاف صفر الاف الاف بايه؟ بصفر. صفر في اي حاجه بصفر. ادي اول حاله فيها مشكله كده. اعيدها تاني. او كانت المحصله محصله القوه تساوي صفر. امتى بقى محصله القوه تساوي صفر؟ ركز بقى معايا. بص كده، قلت لك انا في واحد هيشد القلم ده من الناحيه ديت بقوه مقدارها 5 نيوتن، واحد هيشد من الناحيه الثانيه ب5 نيوتن برضه. الجسم يتحرك ولا هيفضل ثابت؟ ثابت. يعني هياخد ازاحه ولا مش هياخد ازاحه؟ مش هياخد ازاحه. يبقى الحاله الثانيه ان الدي بتاعتي تكون بايه؟ بصفر. طب امتى الدي بصفر؟ في حالتين: ان الجسم يرجع لموضع البدايه، او ان الجسم لم يتحرك، او الجسم لم ايه؟ يتحرك. طيب حاجه كمان، السيتا بتاعتي تبقى بكام علشان الكوساين كلها تبقى بصفر؟ يا اما ب90 يا اما ب270. عايز الجزئيه دي تاني.
يبقى الحالات اللي تعرف فيها على طول ان الجسم مش هيبذل اي شغل، يعني مش هيعمل شغل بالنسبه لك. اول حاله لما تلاقي الجسم في السؤال ادالك كتله وادالك سرعه منتظمه، ادالك كتله وادالك ايه؟ سرعه منتظمه. يجي مثلا يقول لك تحرك الجسم كتلته 10 كيلو جرام، حرك جسم كتلته كام؟ 10 كيلو جرام بسرعه منتظمه، مقدارها كام؟ 50 مثلا متر على الثانيه. واجي بعد كده اقول لك في زمن قدره، علشان في ناس بقى تروح تعمل ايه؟ تقول لك ده عايز عجله، اروح اقسم السرعه على الزمن فيديني الايه؟ العجله، اضرب العجله في الكتله، رايح فين؟ ده السرعه مالها منتظمه، السرعه مالها منتظمه. يبقى انا ما اعوضش اصلا واقول الشغل من الاول بكام؟ بصفر. تاني حاجه، انت لو محصله القوه عندك بكام؟ بصفر. قال لك رسم لك رسمه كده وقال لك القوه هنا مثلا ب 50 نيوتن والناحيه الثانيه برضه ب 50 نيوتن، هل الجسم ده يبذل شغل؟ ده القوتين متضادتين في الايه؟ في الاتجاه، يعني المفروض ان خط عملهم واحد. يعني يا استاذ مش هيشتغل لي، مش هيبذل الجسم ايه؟ شغل. الجسم اساسا ده مش هيتحرك من مكانه. يعني الازاحه بتاعتي بكام؟ بصفر. طب الازاحه بتاعتي تبقى بصفر في كام حاله؟ حالتين. الحاله الاولانيه ان الجسم يرجع لموضع الايه؟ البدايه. فالازاحه عندي كانت بتقول ان هي اقصر خط مستقيم من موضع البدايه لموضع النهايه، فبالتالي هيبذل هنا شغل. ها، هيبقى في هنا شغل؟ لا. طب في الحاله الثانيه بيقول الجسم اتحرك ولا ما اتحركش؟ لم يتحرك. وصلت؟ ما اتحركش من اصلا، ما انا عمال بزق في الجدار ده، هل الجدار ده اتحرك؟ هل انا كده بذلت شغل؟ لا. هو الجدار اتحرك يبقى انا كده بذلت شغل. الازاحه بتاعتي بكام؟ وصلت؟ ها، عايزها تاني؟ ها، مفهومه؟